أعتقد أن معظم الوظائف العليا التي يشغلها الأجانب هناك من الكوادر البحرينية وحملة الشهادات العليا ممن يتمكنون من تأديتها. إن كان لابد من الاعتماد في البداية على الخبرات الأجنبية، ألا يكون تجديد العقود لهؤلاء الأجانب لسنوات طويلة، بينما يتخرج العديد من الشباب البحريني في هذه المجالات، وذلك للبدء في حل مشكلة البطالة والعمل من جهة أخرى على موافقة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل. فإذا وجد المواطن الخريج المناسب والذي يحمل مؤهل أكاديمي ماجستير، ومعظم شبابنا على أقل تقدير لديهم ماجستير وفي مختلف التخصصات، فهذا الشاب البحريني هو المناسب لسوق العمل. فلماذا الاعتماد على الأجنبي الذي يشاركه في نفس التخصص، مما سيساهم في رفع الاقتصاد الوطني ويضاعف من القيمة الشرائية التي تدخل في التنمية الشاملة وتكون هناك استدامة. فالمواطن البحريني إذن أولى من الأجنبي في تولي مناصب عليا، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.